عبد الحق خرداش، مدير موقع حقيقة نيوز. حدث توقف أصحاب سيارة الأجرة الصغيرة عن العمل بتازا اليوم 16/4/2016. السبب دائما يعود للمشكل الذي وقع بين أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة. بالفعل اشتغال أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة داخل المجال الحضاري وكذلك العقدة الممضاة من طرف المجلس الجماعي لتازا الجديدة بالنسبة لحافلة فوغان. جميع السيارات يعني صنف الأجرة الصغيرة متوقفة عن العمل. يغيب المحاور الأساسي وهو المجلس الجماعي لتازا الجديدة. كما كتشوفوا يعني السيارات الأجرة يعني راكنة في الشارع الرئيسي لمدينة تازا. المشكل يعني وقع خلال 6 أيام سابقة. تعطي الناس يستريح علاش راكم واقفين؟ اخي ما قدرتش نقول يعني سمو السبب باش كنتم اليوم؟ وهو سيارة الأجرة الكبيرة فوضى. والسيارة الأجرة الكبيرة كتخدم في المدينة؟ كتخدم في المدينة. هذا هو السبب باش راكم واقفين هنا؟ هذا هو السبب. يعني كتمنوا انها تشد الخط ديال هذا النهار الاول؟ الله يرحم الوالد. ولكن في الاول فين كان المشكل؟ مع الحافلة. كيفاش دابا تحول المشكل ما بين سيارات الأجرة الصغيرة وسيارات الأجرة الكبيرة؟ وقع تما يعني بحال غنان كونترير، فهمتي، مع فوغال ضد، فهمتي، باش ينقصوا لهم من الاخر. دابا المطلب ديالكم هو ان السيارات الأجرة الكبيرة ما تخدمش في المدينة، في المجال الحضاري. اسمو يمكن تقولوا لنا الاخوان السائقين يعني حول هذه الوقفة؟ هذه الوقفة خويا انت تشوف يعني واش واقفين على المشكل ديال يعني السيارات الأجرة الكبيرة اللي كتخدم في المدينة ولا؟ هذا هو المشكل اللي هو سيارات الأجرة الكبيرة. ولكن المشكل الاول كان بدا على حسب حافلة فوغال، يعني كيفاش تحول دابا المشكل ما بين سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة؟ دابا هما المشكل عندهم بيناتهم، حنا اللي كاينه الضربة ما بين فوغال والطاكسيات الكبار. دابا بغيتي تكون سيارة الأجرة الصغيرة ضحية ديال الطوبيس وديال البون طاكسي، هما عندهم مشاكل بيناتهم وحنا اللي جات بينا حنايا بجوجين، حنايا صحاب الطاكسي الصغيرة. وانت شنو يمكن لك تقول؟ داكشي اللي قال لك السيد هو اللي يعني كتسمى اللي قال السيد؟ اي داكشي اللي كاين. شكرا. تبارك الله.
مجموعة ديال السائقين لسيارة الأجرة الصغيرة الآن يحتجون أمام القصر البلدي المركز الرئيسي للجماعة الحضرية لتازا. ترفع شعارات ضد الجماعة الحضرية لمدينة تازا قبل كل شيء راه شحون دابا